فبينما لم يستيقظ سكان القاهرة من سهرة رأس السنة بعد، استيقظ طلاب الجامعة مبكرا وأعلنوا اعتراضهم منذ اللحظة الأولى للعام الجديد. فهل حقا يمكن أن تكون جملة هابي نيو يير مناسبة لهذا الموقف؟ من أمام جامعة القاهرة، طارق سليمان لقناة الظهيرة. تمام يا سعاده الباشا، الكنات بتاعتهم اهي. سيبهم هنا وانتهي لحسام بيه. حاضر يا باشا. تعال انت يا ابني. يا فندم. انت اسمك ايه؟ شريف الدكروري. في كلية ايه؟ سياسة واقتصاد، قسم علوم سياسية. في سنة كام؟ بكالوريوس. يعني ينفع اللي بيحصل ده يا استاذ شريف؟ انت عايز تتخرج ولا لا؟ عاوز اتخرج يا باشا. امال طالعين تخربوا وتكسروا في البلد انت وزمايلك ليه؟ احنا ما بنخربش يا فندم، احنا بنعبر عن راينا. هي دي الطريقة اللي اتعلمتوها انت وزمايلك في الكلية بتاعتكم؟ متهيألي يا فندم ان التظاهر حق مشروع لكل مواطن. عايزين تتظاهروا يبقى جوه بيتكم، جوه الكلية بتاعتكم في حرم الجامعة. انما تعطلوا مصالح الناس لا، الشارع لا، تكسروا عربيات الناس لا. يا فندم ما هو الناس لازم تحس بينا. انت اسمك ايه انت الاخر؟ ابراهيم. ابوك بيشتغل ايه يا ابراهيم؟ صاحب محل. محل ايه؟ لعب اطفال سعادة. وخدت زمايلك ليه ورحت كسرتوا محل بتاع ابوك؟ اسمع يا ابني انت اهو، انا بعتبركم زي ولادي، وانا مرضاش لابني انه يقف في الموقف اللي انتوا واقفينه ده. اهاليكم بيصرفوا عليكم عشان تتعلموا وتتخرجوا وتبقوا بني ادمين مهمين في البلد. العمل السياسي حق مشروع، انما اتخرجوا الاول وبعد كده انضموا لاي حزب. القنوات الطبيعيه موجوده، لكن الشغب والتخريب عمره ما كان عمل سياسي. عمر مع الباشا. لا احسن بيه، الولاد دول يكتبوا تعهد على نفسهم ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. العيال دول مش هيتلموا مع الباشا الا لما ياخدوا واجبهم مظبوط ويتعلقوا معاليك. العيال دي شويه صيع مش متربيين، واحنا لازم نربيهم مع الباشا. المره دي انا مش هاخد ضدكم اي اجراء، لكن اللي حصل ده لو اتكرر تاني اعتقال على طول. بعد اذن معاليك انا هتفاهم معاهم بطريقتي. على مهلك عليهم حسام، واحده واحده. حاضر يا مع الباشا. وانا موجود في مكتبي. اتفضل يا باشا. عاملين لي فيها رجاله شويه عيال. انا بقى همدكوا على رجليكوا علشان تبقى سنه جديده مطينه عليكم من اولها. وحياه ابوك انت وهو لا تشوفوا اسود ايام حياتكم. زينهم. فندم يا باشا. هات الجلده وجهز لي الحجز تحت وكله يقلع الجزمه. حاضر يا باشا. يلا قدامي انت اهو على بره. يلا على تحت قدامي. يلا. استنى انت. تعال. انت بتعمل ايه هنا؟ تعمل لي فيه عساوري وطالع في المظاهرات؟ ما ترد يالا! حسام انا من حقي اعبر عن رايي. اسمي حسام بيه ارحم امك. هو هتفتكر انك عشان اخويا انا هرحمك؟ ده انا هدفنك هنا. فاكر لما تخش السجن ابوك هيسال فيك؟ امك هتعرف تعمل لك حاجه؟ لا محدش هيعمل لي حاجه، انا عارف ان انا لوحدي في الدنيا. ولما انت عارف مش تتنيل على عينك وتمشي جنب الحيط. عاوز تحبسني احبسني يا حسام بيه، اعتقلني. ولما امك تيجي تبوس رجلين امي وتعيط لها عشان اخرجك. ما تسالش فيها، ما احنا طول عمرنا ما حدش سائل فينا. طب وانا؟ انا يبقى شكلي ايه قدام رؤسائي؟ ضابط امن دوله اخوي يتمسك في الشغب؟ ما تزعلش نفسك قوي يا حسام بيه، احنا اخوات في البطاقه وبس. قول لهم ان ده تشابه اسماء. ابراهيم حماده عزه ابن الست عائشه الخدامه غير حسام حماده عزه ابن الست فوزيه هانم. اللي اتولدوا في بقه المر غير اللي اتولدوا في بقه الشوكولاته. قليل الادب ومش متربي. انا مش قليل ادب يا حسام بيه، انما انا فعلا مش متربي. عارف ليه؟ عشان الاستاذ حماده عزه ابويا وابوك ما عندوش وقت يربي.
يا سيد، ايه انت لسه ما خلصتش اللي في ايدك؟ امال هنكمل بقيه الحاجه دي امتى؟ حالا حالا يا ست نونة، انا كنت بربط الزينة اهو. سيب كل حاجه وروح محل الحلواني، زمانهم خلصوا حاجات عيد الميلاد، بسرعه. كل سنة وانت طيبة يا ست نونة، كل سنة وحمادة بيه طيب وبخير، ربنا يخليهولك ويخليكي لينا يا ست الكل. ده المعادي كلها بتتحاكى بعيد ميلاد حمادة بيه، إلا هو تم كام سنة دلوقتي؟ تديله كام سنه يا سيد؟ أنا أديله 50 51 52 سنة بالكتير. يوجتك ايه يا سيد؟ انت بتصغره ولا بتصغرني؟ حماده بيه كمل النهارده 60 سنه، مواليد 1/1 سنه 47. 60 سنة؟ لا يمكن، ده أنا على كده أكبر منه ب5 سنين بس. 5 وخميسة في عينيك. يلا بقى اوام على الحلواني، اوام اعمل لك همه، ورانا 60 حاجه. حمامة يا ست نونة. حماده 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 يا حماده، قومي يا تعمل، قومي يا كميلة. حمادة حمادة، حد يفضل نايم كده يوم عيد ميلاده برضه؟ ها؟ طبعا ادي اخرة السهر لوش الصبح. سيبيني شوية بس. هسيبك لحد امتى بس يا حمادة؟ احنا بقينا الظهر. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة يا نونة. يلا قومي يا قطة، قومي يا بيضة، يلا اصحى بقى، يلا يلا فوق بقى عشان الحق اعمل لك الفطار والحمام. خلاص يلا. يا ست أصحى. اصحى خلاص، يلا يا حمادة، يلا بقى. من شر نفاساتي في العقد، من شر حاسد إذا حسد. انت رجعت نمت تاني يا حمادة؟ قوم بقى، قوم 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 بقى، قوم. خلاص والله قمت ايه ده؟ يلا. معلقة العسل دي شفا، تحوش عنك البرد وكل حاجة. يلا حالا حالا حالا، هنوا أبو الفصل هيكون عيد ميلاده الليلة، أسعد الأعياد. يا حلو أبو الفاصل. قولي لي بقى، عزمت مين في عيد ميلاد النهارده؟ هعزم لك الحبايب كلهم. هو تعزمي الواد حسام؟ ليه؟ ده ابنك، لازم يجي يقول لك كل سنة وانت طيب ويبوس ايدك كمان. هو ليه حد غيرك؟ أنا مش عايز يجي، ده قليل أدب. كل ما يشوف لي يزعق لي، زي ما يكون هو اللي أبويا مش أنا اللي أبوه. والنبي الولد طيب، هو بس ورث النعرة الكدابة دي من فوزية أمه، إنما الواد ابن حلال. طب لو جه وهزقني قدام الناس وبوظ لنا الحفلة يبقى كويس؟ معاش اللي يهزقك يا حمادة ولا على وش الدنيا. أنت لابسة ورايحة على فين؟ عندي كم مشوار كده عايزة ألحق أعملهم قبل الزحمة، والناس لسه ما فاقوش من ليلة راس السنة. طب يلا يلا أوصلك معايا في طريق. لا لا، روح أنت شغلك وأنا هاخد تاكسي من على الشارع. بحق النهار الفضيل يفتحها في وشك، يوقف لك ولاد الحلال ويستر طريقك يا حماده يا ابني يا رب. اسمع بقى اما اقول لك، مش عايزاك تاكل حلويات كتير علشان تعرف تاكل بالليل ونفسك ما تسد. حاضر.